مرحبا. أنا لينا هلسة من القدس، سنة أولى وبدرس تاريخ وآثار. كبداية أنا من النوع اللي ما بتدخل بالفصائل والأحزاب، بس قبل فترة قريبة كنت قاعدة بكمال ناصر وإجا حد من الكتل الطلابية بيسألني إنه إيش تعرفي عن مجلس الطلبة، وإنه إذا بدك تصوتي لحد لمين مقررة تصوتي. من هذاك اليوم بلشت أجمع منشورات للكتل، وإنه الكتلة اللي حسيتها جد بتدعم الطالب وبترعى حقه اللي هي الكتلة الإسلامية. فبهذاك اليوم كان في مهرجان للكتلة في قاعة الشهيد كمال ناصر، ولما دخلت على الباب كل اللي كانوا على الباب كانوا محجبات وما اطلعوا على منظري كبنت مش لابسة أو لابسة، بالعكس أعطوني منشور ودخلوني وقعدوني على مكان فاضي وحضرت وقعدت وعادي وزقفت وما حد حكى معي إشي وطلعت. واليوم لما قررت إنه بدي أشارك بهاي المسيرة رحت طلبت من وحدة من البنات وشاح، ففكت الوشاح اللي عندها وأعطتني إياه ومسكوني راية ومشيت. هذا دليل على قديش إنه هم ناس فهمانة وبتتقبل الناس التانية، مش إنه أنا مشيت يعني إنه إهانة للكتلة، إنه أنا مشيت إنه أنا بشوف إنه الكتلة بترعى حقي كطالبة في الجامعة، إنه أحسن من غيرها بأشياء كتير. فهذا الإشي بيبين قديش إنه هم الناس واعيين ومن حقهم إنه هم اللي يفوزوا، وإنه أنا رح أصوت للكتلة عن قناعة، وبكرة رح أروح ورح أكون حاطة الوشاح ورح أصوت للكتلة.